اهل البحرين مش كده، يعني مش الطبيعه دي. بينما الدول الاخرى الخليجيه اللي البترول هو سبب وجودها او تشكلها كدوله حديثه، دول هم اللي مجتمع الطفره غيرهم، ويعني فمش كل اهل الخليج زي بعضها. ممكن نقدر نقول فقدوا ثوابتهم او المساله اثرت فيهم بشكل كبير. في مثلا مش عايزه اسمي دول، لكن انا مثلا انا عشان كده سالت حضرتك بشكل عام. عشت في البحرين، ناس طيبين جدا ومحترمين جدا ومثقفين جدا، عشت في بيوتهم واختلطنا بيهم وبتاع. لكن اول ما رحت الامارات كانت لسه الامارات وليده سنه 74، دي كانت لسه يا دوب شارعين ورمله وكده، فكانت طبعا فكره ان احنا ندخل بيوتهم ونتصل بيهم مساله صعبه. لكن مثلا شفت الكويت، شفت في ناس، في شعوب خليجيه الطفره البتروليه او الثراء الفاحش اللي جه فجاه ده جننهم. نعم. طيب في المقابل بقى شمال افريقيا والمغرب العربي، انا بحس ان هم اكثر جرأة، اكثر تحررا، اكثر حفاظا على حقوق المرأة، بالذات تونس لو هنتكلم. يعني عشان كده بحس ان كل اقليم عربي له سمت خاص كده. هو شمال افريقيا لحد كبير متفرنسين. ايوه. فرنسا اثرت فيهم لانها عاشت كمان احتلتهم لسنوات وسنوات. صحيح. وسيبك من الشخصيه المصريه، احنا عاشوا معانا الانجليز بس احنا ما اثروش فينا. انصهروا كلهم فرنساويين لكن لا، شمال افريقيا تفرنسوا لحد ما، حتى في اللهجه، مفردات اللهجه في شمال افريقيا اغلبها فرنساوي، اصلها فرنسي. في دول خدتها بحده زي الجزائر مثلا، خدتها بحده بعد ما تخلصوا من الاستعمار الفرنساوي، بدأوا يتدينوا قوي، يلجأوا إلى تعلم اللغة العربية بشكل حاد أكتر. يعني في دول ومتدينين قوي، في دول سبور قوي. يعني أنا لاحظت ده في الشارع في المغرب. أيوة. الناس ممكن يعاكس واحدة على رأي سعيد صالح مقرر سهل وبتاع، حكاية كده سبور زيادة على اللزوم. حتى فكرة المساكنة موجودة في شمال افريقيا في بعض الاماكن. يعني لا، وفي برضو كمان اماكن بتعطي للمراه، يعني مثلا في تونس ممنوع ان هو يتجوز عليها. يعني في تفاصيل كده. هم عندهم نزعه تحرريه اكتر، تاثرا بانهم الاقرب الى اوروبا. واكثر تاثرا بالاستعمار الفرنساوي، لان كمان الاستعمار الفرنساوي مختلف عن كل اشكال الاستعمار. بيمسخ الهويه. صحيح. او يفرنس المستعمرات بتاعته. فتلاقيهم حتى في افريقيا بيتكلموا فرنساوي خالص، نسيوا لغتهم الاصليه. صحيح. لكن احنا لا لسه، ما الحمد لله. الحمد لله. طيب خلينا يا فندم نتكلم بقى عن لغه الشارع في الوقت الآني. يعني كل شويه زي ما في ظواهر بتطلع، زي مثلا ظاهره التنمر، المثليه الجنسيه زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي، برضو في مصطلحات كده. يعني كنا زمان نسمع بقى روش طحن مش عارفه ايه، دلوقتي في الفاظ مختلفه. يعني حتى الاماكن بينطقوها، مثلا يقولوا عن التجمع MG مثلا، او يعني جينزي اللي هو الجيل جينزي اللي هو الجيل الصغنن. يعني اقصد انك تواكبي على فكره حاجه برضه صعبه. هو شيء جميل ان اللغه تبقى، او اللهجه المصريه لهجه جميله. وانا عندي في كتاب من الكتب عامله فصل كامل عن جماليات اللهجه المصريه. الله. وانها ليها اشتقاقات وزيها زي اللغه العربيه، ولا تقل عن اللغه العربيه في شيء في جمالها وثرائها، في الجرامر، يعني في القواعد. ايوه. والاشتقاق والكده. لكن الحقيقه التمادي، وكنا كلنا برضو في الجيل بتاعي في الستينات كنا بنطلع كلمات وبعدين بتندثر وبعضها بيبقى وهكذا. ابتدوا بحاجات ظريفه ومقبوله يعني، ولو انها برضو بتبقى تزعل. يعني انا اختي مثلا ابنها مره قال لها دماغك بقى، ولا اشتري دماغك ولا حاجه، انزلي من على ودني. اعتبرتها اهانه بالغه. دلوقتي بقت كمان الفاظ خارجه. الكلام ده غلط. ليه؟ لان احنا اثرنا في الدول العربيه بايه؟ اللهجه المصريه طبعا، من خلال المسلسلات والافلام. تعرفي ان دلوقتي المسلسلات على المنصات بيحطوا لها المصريه اللي المفروض كل الامه العربيه عارفاها، بيحطوا لها ترجمه، سب تايتل. ايه ده؟ قلت لها ايوه، لان انا بصراحه مع بالذات المسلسلات السنه دي كلها حاجات بقى في حواري وحاجات كده. طيب الاستاذ دكتوره عزه عزت، اسمحي لنا نذهب لفاصل قصير ونعود اللقاء بحضرتك مره ثانيه. فاصل قصير ونعود اللقاء بحضراتكم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين رحلتنا ومشوارنا ومثقف في رمضان. وضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة عزة عزت، أستاذ الإعلام والخبيرة في مجال الشخصية المصرية، اللي الحقيقة يعني احنا بنحاول دلوقتي ناخد من كل بستان زهرة ونتكلم عن موضوعات متعددة ومتنوعة. برحب بيكي مرة تانية. ودكتور، يمكن قبل الفاصل اتكلمنا عن مسألة اللغة اللي اتغيرت، اللي استحدثت بشكل معين، بقى في اختصارات، بقى في مرادفات مختلفة. ده الشق الإيجابي اللي نقدر نقول بيتناسب مع الجينزي أو الأجيال الجديدة. ولكن ماذا عن الشق اللي بيحمل قدر من الابتذال، يعني استخدام ألفاظ ممكن تكون فيها يعني تخطي للحدود، ابتذال، العامية زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي قد ايه ثرية وجميلة، أفقدوها روحها، أفقدوها جمالها، وحصل لها تحوير نقدر نقول مريض. يعني شايفة المسألة دي ازاي؟ شايفاها بصراحة منتقدها جدا، لأنه كمان لو تمادينا فيها أكتر من كده هيجي وقت احنا مش هنفهمهم. يعني هيبقى هما بيتكلموا في وادي واحنا بيتكلموا في وادي واحنا بنتكلم هنشاور بعد كده. بدليل ان هو على الدراما شفتي انهم بيترجموا اللهجه المصريه اللي المفترض انها معروفه. لا انا في فيلم في مسلسل من المسلسلات بدون ذكر اسماء، يعني مش عايزين نقول، واحده ضربت واحد في الشارع فبتقول له انت بتحلو عليا، فانا قعدت اقول يعني ايه بتحلو عليا؟ بتحلو دي حاجه حلوه يعني، وبتحلو كانه مثلا يعني تحرش بيها مثلا، او كانه قال لها لفظ او ضايقها. قيسي بقى على كده كل الاكسبريشنز دي او المصطلحات دي كلها، كل يوم بلا مبالغه، كل يوم في ابتكار جديد وكلمه جديده خلت العاميه المصريه ما بقى التقليديه اللي كلنا عارفينها، اللي بتنمو وبتتطور، ما هيش جامده بس بالعقل. دلوقتي بقى كل يوم جديد، كل يوم جديد. اصبح ان احنا كبار السن لما نسمع الشباب بيتكلموا معظم المصطلحات والله مش كبار السن، حتى الصغيرين اللي قبليهم بحبه شويه. ايوه، لانها بقت يوميا، ما بقتش زي المنطق بتاع كل 25 سنه لما الجيل يتغير، لما اللهجه تتغير. طب ما انت لما تتفرجي على الافلام القديمه وتلاقيهم مثلا ليهم تعبيرات خاصه كده شديده كده. انا كنت بقول لمامتي، اقول لها ايه ده، دي قالت كلمه دي شتيمه، قالت لي لا ده زمان كانت الكلمه دي عاديه. لا وكان في حتى في اساليب التحيه ومن كل ممنونيه والعواف والحاجات اللي كانت بتتقال دي، عود بالعافيه كان بطل، ما عادش حد بيقول الكلام ده. لكن كان فين وفين على ما انتقلنا الى هذه المرحله المختلفه. دلوقتي لا، كل يوم كل يوم، لدرجه ان تكاد ما هي اللغه او اللهجه جزء من الشخصيه، صحيح. جزء من الهويه. لما تكون يعني هيزي كده ما فيهاش ثبات بالمره، ده بيدمر الشخصيه، كيان الشخصيه. طب ايه المفردات او المرادفات اللي حضرتك كنتي بتحسيها موجوده قوي او مستخدمه قوي، او نقدر نقول لها مقابل في الشخصيه المصريه يعني من اللغه العاميه؟ يعني في مثلا مرادفات معينه كده، مفردات كانت بتستخدم بتعبر عن شخصيتنا او كياننا المصري؟ لا، من خلال تعمق حضرتك في الشخصيه المصريه. انا تعمقت في الشخصيه المصريه وفي اللهجه المصريه بالاحرى. لقيت انه مثلا في المصطلحات اللي احنا بنقولها احيانا بتبقى قرانيه. احنا واخدينها من الحديث النبوي او من القران مثلا. ولا يحزنون ولا هم يحزنون، بنقولها كأنها كلمة عامية كده، وهي درجة. في كلام كتير جدا في أمثال من القرآن برضك، يعني في كتبي موجود الكلام ده أكتر من إني أبقى حافظاه، لكن لا، في كم رصدة، في كم من الأقوال اللي مأخوذة عن حكمة عربية أو عن الحديث نبوي أو من القرآن نفسه، وإحنا بنقولها حين ميسر او حين ميسر. تعبيرات كتير جدا بنقولها الفاظ قرانيه. فاحنا بالعكس، احنا ابتدينا دلوقتي بدل ما ننحو هذا الاتجاه، بقت المستحدثات الالفاظ او المصطلحات المستحدثه دي اميل لانها تاخد من اللغات الاجنبيه اكتر منها ويا ريت حتى اللغات المحترمه الاوروبيه اللي ليها عراقه وارستقراطيه. ده دلوقتي بقى النظام امريكاني، يعني عارفه كنا بنسمي حتى بياكل نص الكلمه. هدومنا نفسها كانت اجزاء هدومنا كانت كلها متاخده
من فرنسا او ايطاليا. اللي هي الدول اللي عندها بالطو. تاريخ. بالطو، بلوزه، الحاجات دي دلوقتي هم بياخدوها على الامريكاني، ويحسسوكي كمان ان اللي انت بتقوليه ده بلدي. يا جماعه ما هي الكلمه دي فرنساوي، انا يعني بقول حاجه عيب. حاجه صعبه جدا. فعلا بحس كده انه نعم. طيب في برضو مصطلحات وكلمات في اللغه العاميه متاخده من اللغه المصريه القديمه او الهيروغليفيه او لغه مش عايزه اقول لغه زي مثلا حلو يا حلو، زي وحوي يا وحوي، اياحه كانت اياح دي الملكه اياح حتب يعني. لا وحتى في التربيه احنا بنقول للولد تاتا واخ ومبو. كل دي كلمات فرعونيه اصيله، حتى ما تلاقيلهاش بقى اما نروح مثلا الخليج او شمال افريقيا ما لقيلهاش مرادف، ما بيقولوهاش. ايوه، لان هي اساسا وليده هي امتداد من العصر الفرعوني، لان اللغه كائن حي بيتشكل ويتطور وكده، لكنه نعم. لحضرتك كتاب مهم جدا، سكة سفر، فنون الحل والترحال. كلمينا عن هذا الكتاب باعتباره بيقدم كده للمتلقي او القارئ يعني وجبة دسمة جدا من مناطق اثرية حضرتك قمتي بيها ومن تجارب حضرتك خضتيها. كلمينا كده او ادينا لمحات عن هذا الكتاب المهم. الكتاب ده كان يعتبر مش بس ادب رحلات، كان معلم لاي حد ناوي سفر، يعد للرحله ازاي، يستعد لها ازاي، ميزانيتها ايه، هيسافر برا ولا بحرا ولا بتاع، وعامله مقارنه فيه بين السفر برا والسفر بحرا والسفر بالطيران. أيوة. فانا اعتبرت السفر بالطيران ده مجرد انتقال من مكان لمكان، لكنه ما يعتبرش السفر بمعنى متعه السفر. ايوه. لكن مثلا السفر بالبر يخليكي تحتكي بالناس وتعرفي اماكن كتير انت ما بتسمعيش عنها غير في نشرات الاخبار مثلا. السفر بالبحر له جماله ورومانسيته، يعني اكتر شكل من اشكال السفر متعه. السفر بالبحر. تطرقت في الكتاب لكل الدول الأوروبية اللي أنا زرتها أو حتى الأجنبية بما فيهم أندونيسيا. على فكرة، على ذكر أندونيسيا دي من أكبر بلد إسلامي عددا في السكان، وحضرت فيها مؤتمر إسلامي. الحقيقة لقيت كمان قراءة القرآن في أندونيسيا بالنمط المصري، مش حتى مش السعودي اللي جاي من بلاد اللي نشأ فيها الإسلام. أيوة. فالمهم ان الكتاب ده انا كنت مركزة فيه على الدول اللي مش عربية. الجزء الثاني منه الجزء الثاني بقى اللي هو بلد تشيل وبلد تحط، حضرتك تناولتيه من منطلق قومي. انا حسيت غصب عني وانا بشتغل، لاني بقى اللغة، معرفتي باللغة خلتني اقتربت من الناس. اقامتي الطويله في بلدان زي البحرين والامارات والكلام ده خلاني ارتبطت بالناس وعرفتهم بعمق، وعرفت شخصياتهم وعاداتهم وبتاع. انا طبعا من تراثي القديم ان انا كحس قومي وعبد الناصر والكلام ده، كنا احنا شعب واحد ومشاعرنا واحده. صحيح. عاداتنا وتقاليدنا ولغتنا وفاهمين بعض والكلام ده، فده كله مكرس عندي. فلقيت روحي غصب عني وانا بكتب كأنه كتاب في القومية، مش في كتاب في الله. مش في أدب الرحلات. مش هدفي منه ان انا اقول للقارئ بلد جديدة وعمرك ما شفتها وهقول لك على حاجات جديدة فيها. طب ايه رأي حضرتك فيما يحدث في العالم في الوقت الآن؟ مأساة بكل بس انا على ثقة ويقين بان كل الشعوب العربية مع ما يعني الفلسطينيين قلوبنا معاهم، كلهم معاهم قلبا وقالبا، ويتمنوا انهم ربنا ينجيهم يا رب، يطبطبوا عليهم، يدعوا لهم. في ناس كتير بتتبرع لهم ماديا. اكيد المشاعر القوميه، عشان كده بحس انه المشاعر القوميه، لان العروبه الحقيقه مفهوم انساني طبعا. اكيد انت لما تلاقيني قريبه منك، نفس دينك، نفس لغتك، نفس شخصيتك، البيئه اللي انت فيها، مش عارف ايه، نقترب. لكن لو واحده خواجايه قدامك اكيد مش هتبقي نفس المرجعيه، مش نفس الثقافه خالص، مش نفس حتى لا اللي بنضحك عليه هو واحد ولا اللي بنحزن عليه هو واحد. صحيح. فطبعا لا، فتحول مني الكتاب من مجرد كتاب ادب رحلات بيستعرض دول وما في هذه الدول من جماليات واثار وسياحه وكده، الى انه كتاب في المشاعر، في العروبة كإنسانية والمشاعر القومية
اللي انا كنت اصبحت دلوقتي فكره القوميه دي تقوليها كانها نكته، بالذات الجيل الجديد الحقيقه ما يفهموهاش. ما يفهموهاش او يفتكروا في حد كده ده مش عارف ايه ويقولوا لك لا بقى هم ممكن ما يفهموهاش اصلا، الكلمه نفسها مش مفهومه يعني، مش هيفهموا لانه يعني إيه اعتقد قومية. برضو الكتب المدرسيه، على فكره كتب الدراسه المدرسه التعليم المدرسي ده مهم جدا طبعا. ومؤسس حتى اذا كان في مجال الدين او في مجال صحيح. التربيه الوطنيه. التربيه الدينيه او التربيه الوطنيه، والاثنين عنصرين اساسيين في تشكيل الشخصيه المصريه او اي شخصيه، اي هويه لاي دوله. صحيح. فتلاقي كتب الدين ما بتركزش على الحاجات اللي هي الدين المعامله، بتركز صح. على حاجات كده انا ما اعرفش اقولها كانها نكته يعني. بنتي وهي في رابعه ابتدائي كان مقرر عليها سوره المجادله. لقيتها صعبه قوي ان انا اقول لطفله عندها 8 9 سنين ان هو المفروض يصوم شهرين قبل ان يتماسى. يعني ايه يتماسى؟ طب ليه صوره زي دي تقرر على رابعه ابتدائي؟ طب ما دي الزهار، عن الزهار، واساسا الزهار ده اتلغى. فمعظم الحقيقه القائمين على التعليم المدرسي مؤلفي الكتب اللي بيختاروا، يعني انت في حاجات كتير جدا في الاسلام، اماطه الاذى عن الطريق، طبعا. النظافه، النظام، اللي في حاجات كتير جدا الاسلام بيتكلم عنها. غير انك في رابعه ابتدائي تتقرري عليه صوره بتتكلم عن الزهار، وهو اساسا الزهار ده ما بقاش موجود جدا. واحد عايز يطلق مراته بيقول لها انت طالق خلاص، ما فيش زهر امي ولا فعارفه اختيارات في حاجات كتير اخطاء عايزين نعيد النظر فيها. الى جانب بقى ان التربيه الوطنيه، كتاب التربيه الوطنيه دلوقتي انا الحقيقه ما عنديش فكره هو في ايه دلوقتي. انا ابتعدت عن التعليم المدرسي. لكن لو كان في قدر من الانسانيات اللي احنا كنا بندرسها زمان، ان احنا كعرب وحده واحده طبعا. دين واحد، كل مقومات القوميه العربيه دي، كان مشاعر الناس اختلفت، وكانت سلوكياتهم اختلفت، وشخصيتهم واعتزازهم بهويتهم. لدرجه عشان كده بقول لك بداوا الناس مش بس على المستوى المصري عايز يهج وعايز يسافر ومش مقتنع بعظمه مصر، ده شيء عظيم ان الواحد يبقى مصري. بنفس المنطق على المستوى العربي في ناس كتير جدا رافضين تماما، او يعني مش معتزين بعروبتهم ومش معتزين بدورهم. نعم. الأستاذة الدكتورة عزة عزت، أستاذة الإعلام والخبيرة والباحثة في مجال الشخصية المصرية، أنا شرفت بلقائي بحضرتك، نورتينا وشرفتينا. كل سنة وحضرتك طيبة، مناسبة شهر رمضان المبارك والعشر الأواخر، مناسبة عيد الأم، وده شهر المرأة، ويا رب دايما منورة الدنيا كلها. نورتينا وشرفتينا. شكرا. مشاهدينا الأعزاء، لهنا نصل بحضراتكم لختام لقائنا بكم النهاردة في مثقف في رمضان. انتظرونا في حلقات أخرى. كل سنة وانتم طيبين، وكل أمة مصرية وعربية، كل أمة في العالم النهاردة ده عيدك، استمتعي للآخر. حاولوا تساعدوها النهاردة بقى في المطبخ والحاجات دي، ما نقعدش نثقل على الأم في كل مكان. كل سنة وانتم طيبين، وتحياتي نانسي إبراهيم.